هاتي حبتين من البتنجان وتعالوا نعمل أكلة خطيرة من غير ما نستخدم لا لحوم ولا فراخ، اقتصادية وعلى قد ايدينا، كمان مش هنقليه في الزيت ولا هنستخدم كمية زيت كبيرة. بعد ما تغسليه هاتي السكينة واعملي في كل واحدة فتحات من كل جنب وكمان من النهاية، وبعد كده هنسيبهم على جنب. قشري كيلو بطاطس، قطعيه لحلقات واغسليه وانزلي بيه في حلة. غطي وجه البطاطس بالمية من الحنفية عادي خالص، ومعلقة صغيرة من الملح عشان نبدأ نسلقها لحد لما تستوي سوا تام. ضيفي بقى الشبكة على البوتاجاز، مش هنولع فرن ولا أي حاجة ولا الغلبة دي. هنبدأ نشوي البتنجان، ما تقلقوش احنا مش هنعمل بابا غنوج ولا حاجة، بس دقيقتين 3 مش أكتر، وتقلبي على كذا جنب للبتنجان، يعني كل جنب كده دقيقة لحد لما يستوي نص سوا. الطريقة دي عبقرية، تقدري تدخلي البتنجان في أي وصفة بالطريقة دي بدون استخدام الزيت نهائي. النهارده مقدمه لكم البتنجان بطريقه حلوه قوي. طبعا انا كنت مستعجله، هو كان مولع، لكن انا كنت عاوزه انجز الحقيقه، ما كنتش عملت الغدا. انت ممكن تسيبيه يبرد وتبداي تقشريه، هتلاقي القشره تطلع معاكي بكل سهوله على بلانشا او اي صينيه عندك. بعد كده هتبداي تقطعي كل واحده الاصابع وتلفيها وتقطعي الاصابع دي لمكعبات. اظن واضح في الكاميرا ان هو مش مستوي على الاخر زي ما بنعمل البابا غنوج، هو لسه هيكمل سواه مع باقي المكونات اللي احنا هنعملها. وادي التانية برضو هتقطعيها. شايفين بقى الجمال؟ طبعا البتنجان المشوي صحي ومفيد عن المقلي كتير زي ما انتوا عارفين. قطعت بقى الكمية كلها. هضيف بقى طاسة على النار أو صينية، ضيفي شوية زيت صغيرين، بصلاية متوسطة تقطعيها مع فلفل حار أو بارد، شوحي الاتنين مع بعض لحد لما يدبلوا. هي طريقة المسقعة شوية، بس أنا ضفت بصل. المسقعة بنضيف لها توم والتسبيكة، بس أنا قلت المرة دي هضيف بصل وأشوف التست إيه، الحقيقة بهرني. بعد لما تشوحي بقى الاتنين مع بعض ويدبلوا، انزلي بمعلقه صغيره من التوم، بتنجان يحب التوم، وابدأي شوحي التلاتة كده مع بعض لحد لما ريحه التوم تطلع عليكي. وبعد كده هتنزلي بمعلقه كبيره من الصلصه المعلبه، برضو نشوحها عشان تطلع الاجزه والملوحه اللي فيها، وتقطعي 3 حبات من الطماطم كبار لقطع صغيره. البهارات هيبقى ملح وكمون وبابريكا، ما بضيفش ابدا فلفل اسود على البتنجان. هنضيف دلوقتي الطماطم وتشوحي بقى وتظبطي الملح. الله بقى على الروايح، كانت رهيبة، جربوها هتعجبكم جدا، كمان كل العناصر الغذائية فيها. بعد كده هضيف ربع كوباية من المية لحد لما تتسبك معايا، وبالشوكة كده اهرسي الطماطم لحد لما تبقى بيوريه. انا مش عاوزاها تكون فيها نسبة سوائل كتير لان البتنجان اوريدي مشوي ومستوي، فانا مش عايزاه يقعد كتير على النار. بعد كده هنزل بالبتنجان بعد لما نقلب التسبيكة كده ونشفت السوائل اللي فيها، وكلي أحلى بتنجان مشوي بطريقة خطيرة بجد يفتح النفس. معلقة كبيرة من الخل وقلبيه، مش هيقعد كتير على النار لأنه اوريدي زي ما قلت لكم مستوي. دقيقتين 3 مع التقليب كده المستمر، وكده أول وصفة بقت جاهزة معانا. جربوها هتعجبكم جدا جدا. يلا بقى نشوف الوصفة التانية. البطاطس خلاص استوت معايا، صفيتها من الميه وهننزل بالكميه كلها في البوله، مش محتاجه هراسه ولا اي حاجه، بالشوكه كده على السريع. انا ما بحبش اخليها بيوريه زياده عن اللزوم، بحب يكون فيها قطع، دي حاجه اختياريه. هي ليها اكتر من كذا طريقه، المره دي هقدمها بطريقه مميزه قوي. يلا بقى نشوف هنعملها ازاي. في طاسه هتضيفي زيت على شويه سمنه، سمنه بلدي كده معلقه، وانزلي ب3 بيضات على كيلو البطاطس. بس في الاول تسوي البيض، انا الحقيقه في مشكله عندي مع البيض، لازم اسويه، ما بحبش اضيفه ابدا على البطاطس ني، لان قبل كده عملتها طرالي البطاطس وتهيألي برضو ان هو مستواش، فبسويه بقليه في الاول واخلط الصفار مع البياض، ملح وفلفل اسود وكمون وتقليبه، وننزل بالكميه كلها بتاعه البطاطس. طبعا هي اوريدي مستويه مش هتغيب ابدا، تقليبه 2 لحد لما كله يتجانس مع بعض. الطريقه دي افضل طريقه للبطاطس بالبيض، هي مفيده وصحيه عن البطاطس المحمره عموما، واستخدام الزيت الكتير خطيرة. إن شاء الله هنخصص لها حلقات الفترة اللي جاية، هنقدم البطاطس المهروسة بأكتر من كذا طريقة. شايفين البيض باين فيها وريحتها كانت قلب الدنيا. هقفل بقى عليها ويلا بقى نشوف الأكل بتاعنا على طبق التقديم. هبدأ معاكم بالبتنجان المشوي الروعة ده بالتسبيكة اللي كانت ريحتها والله العظيم قلب الدنيا. تقدري زي ما قلت لكم تدخلوا البتنجان بالطريقة دي من غير ما تقلوه في أي أكلة انتوا عاوزينها. من كيلو بطاطس ما شاء الله وحبتين بتنجان عملنا طبقين محترمين يكفي الأسرة كلها. وزعي بقى البطاطس كويس قوي، ريحتها كانت قلب الدنيا. ونزين بقى بشوية كزبرة خضراء أو بقدونس. جهزي بقى شوية عيش بلدي طازة، لا غنى عن الاكلات الجميله بتاعتنا البسيطه. مش كل الاكلات زي ما قلت لكم اللي فيها لحمه وفراخ هي اللي بتكون حلوه. جربوا البتنجان بالطريقه دي تحديدا، لازم بجد تبعتوا لي رايكم فيه ايه، لان انا كمان انبهرت بالطريقه دي، روعه.
سهلة وبسيطة، مكلفتناش حاجة وتكفي الأسرة كلها. لزوم بقى الأكلة الخطيرة دي طبق لفت روعة. طبعا عملت معاكم كتير جدا، هسيب لكم اللينك اسفل الفيديو، ده اوانه، اعملوه، بيقرش وخطير. والبطاطس كده باينه القطع بتاعتها، والبيض كمان باين ومستويه، كله كده واخد من طعم بعض. وكمان البتنجان مش مهري لو تلاحظوا، قطع البتنجان كمان باينه، شايفين؟ روعه. لازم بجد تجربوا وصفة النهاردة. ما تنسوناش بقى في لايك وشير للوصفة الحلوة دي، وكمان اوعوا تنسوا الاشتراك في قناتي على اليوتيوب. مستنية تعليقاتكم، تطبيقاتكم اللي بتسعدني. انتظروني في حلقات جاية كتير، وباي باي.